تعال اقول لك على 5 لاعبين لم يستفيد النادي الاهلي منهم ولا فنيا ولا ماديا. والاول هو والتر باليا اللي النادي الاهلي جابه من الجونه سنه 2021 ب 2 مليون دولار، ده غير الراتب الشهري بتاعه. وطبعا الاهلي ولا استفاد منه ولا ماديا ولا فنيا. والتاني طبعا كده كده كلنا عارفينه لويس ميكسونيو اللي النادي الاهلي جابه من سيمبا التنزاني في 2021 ب 900 الف دولار، ده غير الراتب الشهري بتاعه. طبعا لما نيجي نتكلم عن اللاعبين اللي النادي الاهلي ما استفادش منهم ولا فنيا ولا ماديا، اكيد لازم نذكر الاسطوره انطونيو موديست اللي النادي الاهلي ولا استفاد منه ولا فنيا ولا ماديا، وجايبه بمليون ونص دولار. وطبعا مش هننسى برونو سافيو اللي النادي الاهلي جابه من بوليفار البوليفي بمليون ونص دولار. وطبعا هو جه اصلا ما عملش معاهم اي حاجه غير ان هو جاب لهم بطوله واحده، منه لله محمود عليه هو اللي كان السبب اصلا. الخامس واللي في رايي ان اكتر واحد هيكون مظلوم معانا في القايمه ديت هو اليو بادي اللي النادي الاهلي جابه ب 2 مليون دولار وما استفادش منه بسبب موسيماني. انا حسن مصطفى ودي كوره في ال50.